airport on September 10th. في أخ كريم عنده اهتمام ببعث لي حديث. أنا ما كنتش مطلع على الحديث هذا قبل ما يبعث هذا الرجل المحترم. الحديث بقول عن حادثة الإسراء. طبعا جاء جبريل بالبراق وركب الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل، مش هيك؟ ايش الحديث بيقول؟ بديش اجيب كل الحديث، بدي اخذ منه لقطة. فما زايل ظهر البراق، لأنه هم مين؟ اثنين. مين اثنين؟ محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل، حتى رأيا الجنة والنار. هذه من ضمن الأمور اللي رآها الرسول، لقد رأى. ووعد الآخرة أجمع، ووعد الآخرة أجمع. انتبهتوا؟ فاحنا لا ما بنلوم القدماء اللي ما كانوش متوقعين انها اسرائيل تفسد المرة الثانية هاي وعد الآخرة، انهم يظنوا انه طالما قال هون في الحديث حتى رأيا الجنة والنار، إذن ووعد الآخرة، إنهم يتصوروا إنه إيش وعد الآخرة يعني وكل أمور الآخرة. لا، أولا لا، هو لحظة، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار ورأى وعد الآخرة هذا اللي أنتم فيه أجمع، لأنه هو وعد الآخرة مسألتين: وعد الإفساد ووعد العقوبة، جميع له الأمرين. رأى اليهود في الأرض المقدسة المباركة، وبعد شوي بنشوف رأى اليهود يسيطرون ويضطهدون. كيف بده يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها لما شوف الشوفة؟ فقال له لحظة: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. 9 months after the World Trade Center attacks, the site had been cleared, except for one nearly 60-ton beam, by then covered with the names and photos and jottings of the people who had done the clearing. And just as it had, each time human remains were found. There are ghostly nods to the Twin Towers, but what's new here at what used to be called Ground Zero